السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي احسن حال. وحشتوني جدا 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 والله بجد وحشتوني، وبعتذر على التأخير الطويل ده قوي. بس رجعت لكم بفيديو جديد وفيديو دسم من الحاجات اللي انتوا بتحبوها، منتجات خلصتها ورأيي فيها. المرة دي خلصت حاجات كتير قوي قوي. زي ما انتوا عارفين انا بدأت في موضوع البروجكت بان تقريبا من السنة اللي فاتت ومستمرة عليه. مش بعرف اشارك معاكم قوي كل شهر عشان ما تملوش ان الحاجات دي اللي بستخدمها، والحاجات دي لاني برضو انا مودية، فممكن استمر على حاجة اوقفها واجرب حاجات غيرها. بس في المجمل في النهاية يعني انها في اطار الحاجات اللي عندي، مش عمالة اشتري وهي اوريدي في حاجات عندي وبركنها والكلام ده كله. فعشان كده انا خلصت حاجات كتير قوي عايزة اشاركها معاكم واقول لكم رأيي فيها النهائي بعد ما خلصت. فيلا بينا نبدأ الفيديو. حصيلة الغيبة الطويلة عليكم، بصوا الحاجات قد ايه. هتكلم زي ما انتوا عارفين متعودين اللي هيطلع في ايدي بطريقه عشوائيه هتكلم عنه. فيلا نبدا باول حاجه وهتكلم فيها عن الشامبو ده من تريزمي. الشامبو ده انا كنت جايباه في باندل كده معاه البلسم بتاعه، وكان معاهم شنطه كده في فيديو مشتريات قبل كده بس بقاله فتره. هو حجمه 400 مللي، بيقعد حبه حلوين بصراحه، يعني قعد معايا كتير قوي، حوالي 5 أو 6 شهور كمان. تحفه جدا. انا اكتشفت حاجه بنات، اكتشفت ان الشامبو اللي هو بيبقى عامل نفس قوام الشاور جيل الكريمي. يعني حسيت ان الشامبوهات اللي بتبقى كريميه شويه مش جل، دي بتبقى حلوه قوي على الشعر، بتنضفه من غير ما تنشفه. زي الشاور جل، الجل بيبقى بينشف الجسم لكن الشاور كريم بيطر الجسم. فحسيت ان الشامبو نفس الحكايه بالظبط. فده كان قوامه من جوه كريمي كده شويه، على عكس اللي بيبقى لونه احمر. انا جربته زمان كان قوامه شفاف كده وجل، فكان بينشف شعري جدا. لكن ده بصراحه حلو قوي قوي، نفس الفكره بتاعه لوريال اكسترا اوردينري. اللي متابعني عارف قد ايه انا بحبه. وده لما خلص خالص اهو انا جبت لوريال اكسترا اوردينري تاني، لاني انا برتاح عليه جدا، بيطري شعري وفي نفس الوقت بينظف فروه راسي كويس جدا. وده نفس الحكايه، فحاسه ان انا ممكن ابقى بالتبادل بينهم، لما ده يخلص اقرر ده وهكذا. بس في المجمل هو ممتاز وريحته لطيفه جدا. تاني حاجه على سيره الشاور كريم، زي ما بنتكلم انا من مفضلاتي من زمان الشاور كريم بتاع دوف. ده حلو قوي، سواء اللي هو بالافوكادو او اللي هو الاوريجينال اللي لونه ازرق. تحفه جدا. اصلا الشاور كريم بتوع دوف حلوين قوي قوي، روايحهم حلوه جدا، بينضفوا الجسم كويس جدا، كريميين جدا. فانا ما بستغنيش عنه، كل ما بيخلص بكرره. وبسطات كده كام واحد في العروض، لما بيبقوا نازلين على نون مثلا كام واحد في العروض بجيبهم يبقوا ستوك عندي وبفضل اسحب منهم. يعني اخر واحد معايا اللي انا فاتحاه هو الاوريجينال اللي انا كنت جايباه من وقت البلاك فرايداي او التخفيضات بتاعت شهر 11. فهم ممتازين جدا. هو وكان نوع تاني كنت جربته زمان اسمه بالموليف، برضو كان حلو قوي بزيت الزيتون، بس دايما مش بلاقيه متوفر. فبيكون بالنسبه لي اللي موجود اكتر هو بتاع دوف، عشان كده انا بكرره على طول. وحجمه كبير، حجمه 500 مللي، وسعره دايما بيبقى حلو حتى لو من غير تخفيضات، وعلى طول متوفر. فبصراحه على طول بكرره وبرتاح عليه وبكرره على طول، فاكيد ده هيبقى معايا على طول. من الحاجات اللي خلصتها خالص هو الغسول بتاع كلاريسيل من سباير فارما. ده حجمه 200 مللي. الغسول ده من الحاجات الممتازه جدا زي ما انتم شايفين كده عن قرب. وعايزه اقول لكم هو دايما اسعاره حلوه، دايما سعره حلو جدا. بينزل عليه اوفر باي 1 جيت 1، وبيبقى تقريبا الواحد ب 100 جنيه، او لو نزل عليه تخفيضات هو بيكون في حدود 150 او 160. فسعره كويس جدا. فيه سالسيليك اسيد وجلايكوليك اسيد، فبينظف جدا البشره. لو بشرتك معرضه للحبوب هيكون كويس جدا معاها، وهينظف البشره كويس جدا. تقريبا من احلى انواع الغسولات اللوكال اللي انا جربتها. فهو عجبني قوي بصراحه. يعني ده كان بالنسبه لي لو مش موجود فيتشي بيبقى هو اللي موجود. كمان حلو قوي لو انت بتعاني من حبوب في الظهر او في الارداف، هيبقى برده حلو قوي للجسم. انا حبيته جدا جدا. من الحاجات اللي لو ما لقيتش اوبشن قدامي كتير وعايزه حاجه فيها سالسيليك اسيد تنظف بشرتي هلجأ له. ولكن بكرر تاني، مش كل الغسولات اللي فيها سالسيليك اسيد يفضل ان انت تستخدميها بشكل يومي حتى لو كنت بتعاني من حبوب. يعني مره واحده في اليوم هيكون افضل، ومثلا 3 مرات في الاسبوع هيكون كويس، او 4 لو انت عندك حبوب شديده. لكن بشكل يومي هينشف البشره. وبلاش تستخدمي نفس الغسول اللي فيه سالسيليك اسيد الصبح وبالليل. خلي معاكي غسول تاني يكون جنتل ما فيهوش مواد فيها مقشرات، عشان تقدري توازني البي اتش بتاع بشرتك والبشره ما تنشفش وحاجز البشره يبقى متضرر. ده بالنسبه لي ممتاز، ومن الحاجات اللي ممكن ارجع اكررها. المنتج اللي معايا هو انا بحبه جدا، ولما خلص كررته اكتر من مره. هو الهيت بروتكشن بتاع جوفياليتي. ده شكله عشان
عشان لو حد بيشوف الفيديو لاول مره. حلو جدا، خفيف، واحلى حاجه فيه ان هو سبراي بيتوزع بكل سهوله على الشعر. وعايزه اقول لكم في الصيف بالذات خلص معايا على طول، لان الواحد بياخد شاور بشكل مستمر فبيغسل شعره وبينشفه، فلازم قبل ما ينشفه يحط هيت بروتكشن، فبيخلص معايا على طول. فانا لسه ما قررتوش بس هكرره، من الحاجات الممتازه اللي سهله في الاستخدام وفعلا بيحمي من الحراره، وكررته اكتر من مره، فاكيد هرجع اجيبه تاني. وكمان ريحته لطيفه قوي على شعري وسعره كمان في المتوسط. حاجه من الحاجات اللي بنستهلكها في الصيف كتير وخلصت معايا برضو هو ديودرنت السبراي بتاع نيفيا، اللي هو ده شكله اي نوع بقى، اللي هو لونه بينك او اخضر او ايا كان النوع بتاعه. السبراي بتاعه حلو جدا وريحته بودريه كده حلوه جدا. زي ما انتم عارفين انا دايما بستخدمه بعد الديودرنت الستيك على اول طبقه من اللبس، بيديني حمايه اعلى، بيدي ثقه بالنفس، الريحه بتفضل طول ما انا بره والتاني يوم كمان لو انا ما غسلتش المنطقه. فانا بالنسبه لي الديودرنت السبراي سواء نيفيا او فا او دوف او ايا كان النوع من الاساسيات معايا في الصيف كمان عن الشتاء، ولكن انا بستخدمه على مدار السنه كلها. ما بستغناش عن الديودرنت السبراي، وان شاء الله في فيديو قريب هعمله لكم عن حاجات انا حبيتها جدا الفتره الاخيره، سعرها كويس والكواليتي بتاعتها حلوه، عايزه اكلمكم عنها عشان لو محدش عارفها يعرفها ويبدا يجربها يعني يقول لي رايه فيهم. فان شاء الله هيكون فيديو قريب يعني. فده حلو قوي سواء النوع ده او غيره، هفضل اكرر السبراي عموما. حاجه من الحاجات اللي ما اتكلمتش عنها قبل كده عندي في القناه بس برضو لما خلصت قلت احطها في الاماتيز، هو اللي هو الزيت بتاع نونو، مش جونسون، هو نفس العلبه بتاعت جونسون بس ده نونو. الزيت ده حلو جدا يا بنات لو انت مثلا بتحبي تعملي مساج لجسمك، بتحبي تدهني جسمك بزيوت بحيث ان هي تدي لمعه في الجسم وتثبتي بعديها بالبادي ميست او البرفيوم او كده، بتدي ثبات اعلى وبتدي لمعه وترطيب اكسترا للجسم. فبصراحه ده حلو وكمان سعره كويس قوي، فانا على طول بكرره يعني. دي خلصت عندي اوريدي واحده من كتر ما هو حلو، كمان اللي بريحه اللافندر ده حلو قوي، وكمان في واحد تاني تقريبا فيه ريحه فانيليا فبيبقى حلو قوي وكمان سعره حلو، فلما بيخلص بكرره. الحاجه اللي خلصت معايا بعد كده هو السيرم او الزيت اللي هو من البراند اللي هي التركي المعروفه دي قوي. هو قعد معايا كتير بصراحه، حجمه 150 مللي، هو ريحته حلوه وكل حاجه وخفيف جدا على الشعر، بيدي لمعه وبيدي ترطيب للشعر. ولكن انا شايفه لما جربت حاجات نفس تقريبا الافكت واعلى كمان منه سعرها ارخص، حسيت ان هو عادي يعني، مش اللي هو ممكن اكرره. يعني هوريكم حاجه انا حبيتها اكتر من مثلا الزيت ده من جي توب، ده الماني وده تركي، فده 150 وده 100 مللي. ده كان تقريبا معدي ال 400 جنيه، وده انا جايباه في اوفر من على نون كان ب 250 تقريبا. انا شايفه ان ده ترطيبه احلى وريحته برده جميله على الشعر لو انت بتحبي الكوكونات، بس كوكونات هادي مش اللي هو اوفر يعني. وده عادي جدا يعني، انا شايفه ده حلو بس مش هكرره تاني، لكن ده ممكن اكرره تاني او ارجع كمان للسيرم بتاع ايفرست ترند بالارجان. انا قد ايه بحبه وكنت بتكلم عنه طول فتره الفيديوز بتاعتي هنا في القناه، فهيبقى فيه ليه بدايل تانية، لكن ده اكرره لا، ما اعتقدش ان انا ممكن اكرره تاني. حاجه من الحاجات اللي بموت فيها وبحبها جدا وهفضل اكررها طول ما انا قادره ان انا اجيبه هو الغسول بتاع فيشي نورما ديرم، اللي هو ده كده شكله. عايزه اقول لكم قعد معايا كتير قوي، حرفيا دخل في سنه، لان بالامانه كنت بستخدم معاه برده غسولات تاني على مدار استخدامي ليه، لكن لو اعتمدت عليه هو لوحده بس هلاقيه ان هو خلص معايا برده على طول، ولكن مش هيقعد معايا شهر شهرين يعني، هيطول برده. هو فيه ساليسيليك اسيد من الحاجات الممتازه اللي بتعالج الحبوب كده على طول وبتنشفها، وبيشتغل فعلا على الحبوب لو انت بتعاني من الحبوب. بينظف البشره الدهنيه كويس جدا، بيتحكم في افراز الدهون لو انت بتعاني من منطقه التي زون دايما فيها زيوت وبتزايد وكده. لو انت استخدمتيه وواظبتي عليه بجد هتلاقي نتيجه هايله جدا، مع طبعا الروتين بتاعك يعني كريم يكون مناسب لنوع بشرتك، تونر، سيرمز، الحاجات دي. ولكن برده هرجع واقول لكم هو فيه ساليسيليك اسيد، ما تستخدميهوش بشكل يومي الصبح وبالليل، يعني ممكن تخليه كذا مره في الاسبوع ولكن مش يوميا. لكن هو حلو جدا جدا جدا، يستاهل كل جنيه بيدفع فيه. حاسه ان انتوا هتلاقوا منتجات الشعر عندي خلصت اكتر من منتجات البشره والجسم، وانا خلصت حاجات كتير، بس حاسه منتجات الشعر دايما بتخلص معايا على طول، لاني بحس ان احنا بناخد برضو مجهود في العنايه بشعرنا، وبنستخدم شامبو، حمام كريم، بلسم، مش عارف ايه، فالحاجات دي كلها بحس انها بتخلص معايا على طول عن الحاجات بتاعه البشره والجسم. مش عارفه انا بحس كده، فلو انت كده برضو اكتبي لي ايه اكتر منتجات بتخلص معاكي على طول وبتستهلكيها باستمرار. الحاجه اللي خلصت معايا هو الموس بتاع جوفياليتي، ريحته كانت حلوه قوي
باحب احطه جدا على شعري، بحس ان انا حطيت هير بيرفيوم كده حلو قوي. فعلا بيدي فوليوم للشعر. فكره الموس ان انت بتحطيه بيعمل فوم كده قبل ما تستخدمي الحراره او السشوار، تحسي ان هو ادى فوليوم للشعر، مش الشعر هابط كده على راسك، لا بيدي فوليوم كده ونفشه حلوه للشعر. فكنت بحبه قوي. وكمان لو هتعملي شعرك سليك من قدام بتحطي منه وبيساعد في لم الشعر وبيديله لمعه وريحه حلوه جدا. فانا ما جربتش في انواع الموس غير بتاع جوفياليتي، وبصراحه عجبني جدا. فممكن ارجع اكرره تاني او اجرب انواع تانية عشان يكون عندي يعني فرايتي كده، ان انا افضل اقارن بين الانواع. مش عارفه، بس هو في المجمل حلو. لو لقيت عليه سيل زي ما انا كنت جايباه قبل كده في السيل كان سعره حلو، ممكن اكرره واجيب معاه انواع تانية بحيث ان انا اكون جربت كذا نوع. لكن فكره الموس نفسها انا حبيتها قوي بصراحه، علشان انا ما بحبش الشعر يبقى هابط كده، يدي فوليوم ويخلي شكلك حلو كده وفلافي. وده كده شكله عشان لو حد برضو عايز يجيبه. حاجة من الحاجات اللي خلصتها هو الشيت ماسك بتاع كاريت، البراند اللي اسمها كاريت. انا بصراحة كنت جايباه بالرز ده كده شكله. هو حلو ولذيذ زي اي شيت ماسك، ما فيهوش ميزة اكتر. بس الصراحة اللي عجبني اكتر في انواع الشيت ماسك هو بتاع ستار فيلي الاخضر. اكتر واحد بيدي نضارة لبشرتي وبيدي جلو كده للبشرة حلو قوي. فبحب استخدمه بالذات لما يكون عندي حاجة مهمة، يعني ايفنت عندي، خروجه عندي، مناسبه مهمه، بحب ان انا احطه. لكن في العادي لما بحب ادلع بشرتي بستخدم اي نوع من الانواع اللي بتبقى موجوده في السوق، كاريت، كيس بيوتي، الانواع اللي هي موجوده دي عادي جدا. فهو لذيذ متوفر في الاسواق، وكان سعره حلو قوي في حدود 40 جنيه. ممكن اكرر منهم عادي لما احب ادلع بشرتي. حاجه من الحاجات اللي خلصت وكان اكتر من مره كررتها هو الميلكي تونر بتاع ديرمسي. فاضل فيه اخر حبه خلاص، يعني يا دوب هستخدمهم وخلاص هرمي العلبه. دي مش اول مره اكرره. ديرماسي ده حصل عليه ضجه كتير، في ناس حبته، في ناس قالت لا ده بينشف البشره او بيطلع حبوب او انا مش مع الناس دي. انا بصراحه جربته، وبدليل ان انا كررته اكتر من مره على مدار الفيديوز بتاعتي. انا بحس ان هو بيدي جلو ترطيب للبشره حلو قوي قبل استخدام الكريم المرطب بتاعي، فعشان كده كررته. بس هعمل لكم مقارنه في ريل صغير كده ان شاء الله على انستجرام بين انواع التونرز المصريه اللي انا جربتها، وهقول رايي فيها بصراحه. فتابعوا الانستجرام عشان تشوفوا الريل ده، هينزل قريب جدا. في الانواع الحلوه اللي انا ممكن اكررها، وفي انواع لا كانت عجباني وكنت متوقعه ان انا هستمر عليها، ولكن بيغيروا في الفورمولا. ودي من عيوب المنتج المصري، ان لما حاجه بتعجبنا بيغيروا التركيبه بتاعتها، بتخلينا ان احنا ما نعرفش نكررها تاني. فان شاء الله هيكون الريل قريب. لكن في المجمل هو حلو وهفضل اكرره عادي، ممكن اكرر حاجه وارجع له تاني وهكذا. بس هو في المجمل عجبني جدا وماشي مع نوع بشرتي. الحاجه اللي بعد كده هو البادي لوشن بتاع جوفياليتي برضو. الحاجات بتاعت جوفياليتي دي انا كنت جايباها طالعه واحده كده في تخفيضات شهر 11، فقعدت بقى معايا فتره فاشتغلت عليها كلها خلصت. البادي لوشن ده كان الفانيلا زي ما انتم شايفين كده، فانيلا دريم. بصراحه هو كريحه لذيذه جدا، بس من الانواع اللي بتاكسد زي بتاع سولاند مور. كنت جربت واحد قبل كده تقريبا بنفس الريحه من عندهم، والقوام بتاعه او من جوه الفورمولا بتاعته بتاكسد، بيبقى كاني بحط لوشن لونه اسود بيأكسد كده. فانا ما بحبش اللوشن اللي بتبقى بالطريقه دي. وبيني وبينكم بقيت احب اكتر زي ما قلت لكم الفتره الاخيره اجيب اللوشنز اللي ما فيهاش عطور، بحيث انها بتبقى بيز حلو لما ابني عليها البادي ميست والبرفيوم. ولو حطيت مثلا ديودرنت او حاجات زي كده او باودر للجسم، بحس ان هي بتديني يعني مساحه اكتر ان انا ابني عليها الروايح اللي انا عايزاها، وتكون هي بيز ترطيب بس. فانا بقيت لو ده عجبني في اي حاجه مثلا لوشن فيه عطور، بقيت اجيبه مثلا لو واحد بس او كده، لو انا حابه ان انا يبقى جسمي نفسه فيه ريحه اللوشن نفسه او كده. لكن في العادي او في الاكتر بقيت اجيب اللوشنز او الكريمات المرطبه اللي من غير عطور. فده انا مش هرجع اجيبه تاني. حتى لو كان عليه سيل، لا ما اعتقدش ان انا ممكن اكرره تاني. هو ريحته مش وحشه، ولكن مش حابه ان انا اجرب الفورمولا بتاعتهم تاني. الحاجه اللي بعد كده خلصت معايا من حاجات الشعر هو الشامبو بتاع نانو تريت، اسمه فولومايزنج شامبو. ده حجمه 200 مللي، ده كده شكله.
وده من الانواع اللي هي خاليه من السلفيت. انا بحب السلفيت وبحب استخدم شامبو يكون فيه سلفيت عشان انضف فروه راسي وشعري كويس جدا. فانا كنت بستخدمه على مراحل، يعني مثلا لو انا حابه اغسل شعري بشامبو مثلا يومين ورا بعض، فبستخدم اول مره بسلفيت وتاني مره من غير سلفيت. كنت بستخدمه ساعات لاولادي، فكان حلو برده خفيف على شعرهم. بس انا مش بحب الشامبو اللي فيها اللي ما فيهاش سلفيت، بتبقى مناسبه اكتر للشعر المصبوغ، للشعر اللي معمول تريتمنت او الحاجات دي. لكن لا، ما اعتقدش ان انا هرجع اكرره، برغم ان العبوه بتاعته كان شكلها عاجبني قوي، وهو على فكره حلو وكريمي من جوه ومش بينشف الشعر ابدا. فلو انت بتدوري على شامبو فري سلفيت ده ارشحه لك وهيعجبك جدا. اللي بعد كده خلصت معايا وهو البادي لوشن بتاع تترا هيدرو من شركه مقام. مش اول مره برضو اكرره، هو حجمه 250 مللي في سيراميد، فحلو قوي لتجديد بناء حاجز البشره. عجبني قوي، خفيف ما فيهوش روايح او ريحته خفيفه كده، بينفع لكل انواع البشره. فده بصراحه من الحاجات الجميله قوي، ان لو حد عايز يجربه ويجيب لوشن يكون خفيف كده على البشره يجربه. كمان سعره حلو قوي، ممكن اكرره لما يخلص تاني. اللي بعد كده معايا هو مش خاصه بيا بالولاد، الشامبو بتاع سوبر كيدز. دي مش اول مره اكرره ومش اول مره يخلص واجيبه تاني. وده اللي بالاستروبري اللي معايا بقى دلوقتي بالتوت والحجم الاكبر، وقبل كده خلصته قبل كده برضو اللي بالاستروبري. فهو حلو جنتل قوي على شعر الاطفال، بحبه جدا، كل ما بيخلص بكرره، والكواليتي بتاعته حلوه، والابليكيتور بتاعته ولادي بيحبوها وبيحبوا شكله، والروائح بتاعته بصراحه جميله جدا. فطبعا انا بالفعل قررته. الغسولات النسائيه بتاع فولدكس ده حلو قوي، هو فوم بيشبهني جدا ببتاع جولد، انا بحب جولد الفوم قوي. لذيذ وبينظف كويس. بس طبعا الغسولات بتاعه النسائيه دي مش الاستخدام اليومي، يعني بعد بيريود، بعد يوم طويل مثلا، الكلام ده كله، لكن مش بشكل مستمر عشان ما تتعبيش المنطقه. ولكن هو في المجمل حلو قوي وسهل جدا في الاستخدام، وكمان ريحته ظريفه قوي. من الحاجات اللذيذه جدا اللي انا اصلا كررتها اكتر من مره هي الشفرات بتاعه دوركو، اللي هي لونها بينك، دي كلمتكم عنها قبل كده، دي خلصت وحالها اتبهدل، ودي بقت تلمه خلاص ما بتشيلش. انا عندي جوه غيرها من الحاجات اللي هي الاقتصاديه الحلوه جدا، اسعارها حلوه متوفره في الاسواق، وكمان مش بتجرح البشره خالص، وبتعمل ازاله بطريقه ناجحه. فمن الحاجات الحلوه قوي اللي هفضل اكررها طول ما انا البادجت بتاعتي قليله، هفضل اكررها. لكن انا التوب عندي بتاعه فينوس، لكن دول حلوين قوي وبيقضوا الغرض، وبتعمل ازاله حلوه قوي من غير ما تجرح الجلد، فاكيد طبعا اوريدي مكرروها. يعني لوشن ده من ذا بلاك بينك، ريحته جميله قوي، وكنت بحب الميست بتاعه، بس برده مش هكرره تاني. نفس الفكره بتاعه جوفياليتي، الحاجات اللي فيها روايح او الحاجات اللي هي بتعتمد اكتر على ان الريحه الحلوه مش الترطيب، هقلل منها. وفي منهم بقى كتير، يعني ممكن اجيب دي، ممكن اجرب بتاع بابلز، ممكن اجرب انواع تانية بقى جديده. لكن ذا بلاك بينك مش هكرره، مش عشان وحش، بس عشان انا خلاص جربته، وزي ما قلت لكم مش عايزه اجيب الحاجات اللي فيها روايح كتير. لو انت عايزه تجربيه وعايزه ريحه تكون حلوه وصيفيه، خصوصا اللي هي اسمها دريم كاتشر، دي كانت حلوه جدا هي والميست بتاعها، وكمان الشاور جل، فلذيذ يعني، بس مش هكرره تاني. الميست ده من تيلوفيل، الريحه اللي كانت معايا جولدن افير، دي تقريبا من احلى الروايح اللي موجوده في الميستات بتاعه تيلوفيل. هو حجمه 236. الريحه كانت ظريفه، الثبات زيرو، ما كانش فيه ثبات، يعني في خلال نص ساعه او ساعه بتلاقيه طار، مش موجود. فنفس فكره بتاع ايفا، مش بيقعد كتير. فلا اكيد مش هكرره تاني. في حاجات تانية برضو لوكال ولكن ثباتها احلى، وان شاء الله اكلمكم عليها في الفيديو اللي بقول لكم على حاجات كده جربتها وحبيتها قوي، فهيكون الفيديو قريب ان شاء الله. ففي حاجات كان سعرها تقريبا نفس السعر او اكتر شويه، ولكن ثباتها اعلى واحلى بكتير، وروايحها فيها فرايتي اكتر. اكيد طبعا مش هكرره تاني. دي الحاجات اللي خلصت. سانسوداين مالتي كير ده حبيبي، واللي متابعني من زمان عارف قد ايه كل ما بيخلص بكرره، وعندي واحد غيره. احلى الحاجات اللي بتريح اللثه عندي لو حساسه، وكمان بينظف كويس جدا وبيقعد كتير قوي، فانا بحبه جدا. اللي حجمه 100 مللي ده بيكون موفر اكتر عن الصغير، بس انا معايا الصغير منه في الشنطه عشان لو احتجت اغسل اسناني في اي وقت بره بيكون منقذ بالنسبه لي، فحلو جدا وهفضل اكرره. ان بتاع افريكانا ام بي سي
كان من الحاجات بصراحه المفاجاه بالنسبه لي، كنت اول مره اجربه السنه دي، حجمه 225 مللي، كان نازل عليه اوفر برده في تخفيضات شهر 11 السنه اللي فاتت، وكان حلو قوي حلو قوي بالنسبه لي. اختلفت عليه الاقاويل، ناس قالت لي ده ريحه بس وبينشف الشعر، ناس قالت لا ده مش حلو كده. انا بصراحه معايا كان ريحه وترطيب وكل حاجه، ومن الحاجات اللي ممكن اكررها لان ملمسه على شعري عجبني جدا، وترطيبه كان حلو وريحته كمان ثابته، فبصراحه حلو. وكان كمان حلو على شعر ولادي، فبالنسبه لي لا حلو، ممكن ارجع اكرره تاني، وعجبني انا شخصيا ومشي مع نوع شعري. كمان من منتجات الشعر، قلت لكم اكتر حاجه بتخلص معايا منتجات الشعر، انا مش عارفه اتكلمت عنهم في ايميتيز قبل كده ولا لا دول، بس في الاعاده افاده يعني. برضو الكونديشنر بتاع افريكانا ام بي سي وبتاع تويست اند جو، الاثنين مع بعض هتكلم عنهم لاني كنت بستخدمهم في نفس الوقت وبالتبادل. فحلوين قوي، ده 225 مللي وده 250 مللي، احجامهم حلوه جدا، اسعارهم اقتصاديه، الكواليتي بتاعتهم حلوه قوي، كانت على شعري بيرطبوا الشعر كويس جدا، فمن الحاجات اللي ممكن ارجع اكررها. حلوين، اسعارهم كويسه، مسعفين، متوفرين، الكلام ده كله، فبالنسبه لي الاثنين دول حلوين قوي، ما شفتش منهم مشاكل، ما حسيتش ان ترطيبهم ضعيف، لا ترطيبهم كان قوي وحلو على الشعر، بيغلفوا الشعرايه كده، فحلوين قوي كماسك كده على الشعر، خصوصا لو بتعملي الحركه ان انت بترطبي شعرك قبل الشاور واثناء الشاور، بتلاقي ترطيب حلو جدا منهم هما الاثنين. سهل، قربنا نخلص، مش عايزه الفيديو يكون طويل قوي. خلصت اللي هو المسترايزنج اللي هو الجيلي بتاع كريم 21، ده حلو قوي، خليني اقرب كده عشان برضو اللي ما شافوش يشوفوا، حلو جدا جدا، موجود في الهايبر ماركت والماركتات الكبيره، حلو قوي قوي قوي، بيرطب الجسم كويس جدا، لو عندك اماكن جافه قوي في جسمك زي الكعان والركب، بيرطب حلو جدا. انا خلصته للاخر، كنت بحبه قوي، واحط فوقيه اي ميست او كده، كان كمان بيثبت الروايح حلو قوي، فده ممكن ارجع اكرره تاني، عجبني قوي. وكمان من الحاجات اللي كان فيها يوريا وممتازه جدا مويست وان، اللي هو اليوريا، بيرطب الرجل تحفه جدا، حوالين الصوابع، الكعوب، لو بتعاني من جفاف شديد في الكعوب حطيه والبسي شراب، هتلاقي نتيجه هايله. حلو برده للاماكن الناشفه زي الكعان، الركب، منطقه الارداف، لو انت بتعاني من حبوب فيها حطي منه باستمرار، هتلاقي ان هو اشتغل على الحبوب لان هو فيه يوريا. فبصراحه حلوين قوي الاثنين دول، برده من الحاجات اللي انا حاسه ان انا هفضل اكررهم، كل ما اشوفهم قدامي اكررهم، خصوصا مويست وان، لان بجد ترطيبه حلو قوي للرجل، واحنا بنبقى حابين رجلينا دايما تكون كانها عاملين باديكير بشكل مستمر، فممتاز. وده كمان كنت بحطه برده ساعات ارطب بيه رجلي، فكان بيديني نتيجه ولمعه حلوه قوي للضوافر وحوالين الضوافر، فممتازين يعني. لو عايزه تجيبي حاجه منهم، لو شفتي اي واحد فيهم هاتيهم وهتدعي لي. الارتباط اللي كنت بعشقها حلو جدا مع بشرتي، اللي هو سيرافي اويل كنترول، اللي هو ده كده شكله، اللي فهمت بشرتي، حجمه 50 مللي، حلو قوي، خفيف على البشره، بيرطب كويس، والبشره بتمتصه على طول، ما بيسيبش طبقه دهنيه كده. سعره غالي شويه بس يستاهل بصراحه، كل جنيه بيدفع فيه. من الحاجات اللي ارجع اكررها، ارجع اكررها وانا مطمنه ومبسوطه كمان ان انا برطب بشرتي بمرطب مناسب ليها. كمان من الحاجات اللي خلصتها اللي هو السان سكرين بتاع نيتيورا، براند مصري، كان حلو قوي ولذيذ معايا، كنت حاسه ان هو من الحاجات المصريه الحلوه، ولكن بصراحه ما تعتمدوش برضو على السان سكرين المصريه في يوم الطويل او في يومكم الطويل، او لو تعرضوا للشمس بشكل مستمر، يعني يفضل يا تكون حاجه مستورده الفلاتر بتاعتها بتبقى عاليه، يا اما المصري هتفضلي تجدديه كل شويه عشان تتاكدي ان انت حاميه بشرتك، مش من الاسمرار، من الحروق، من التجاعيد، من الحاجات دي. فلذيذ بس مش هكرره تاني. انا بفضل ان انا اجيب واحد، لان انا ما بتعرضش للشمس بشكل مستمر، فاجيب واحد غالي يقضي معايا السنه كلها، احسن من ان انا افضل كل شويه اجيب واحد مصري. بص هانت يا مسهل، من الحاجات اللي خلصتها سيرم الهالورونيك اسيد بتاع براند برضو مصريه اسمها بيبا بيلا، مش عارفه بقول اسمها صح ولا لا، بس ده كده شكلها، كان حلو معايا وكان بيرطب البشره حلو جدا، وكان كمان حلو قوي في ترطيب الشفايف، فلذيذ، هرجع اكرره تاني. لا بالنسبه لي الهالورونيك اسيد في اي براند مصري بيبقى كويس وحلو ومتوفر، فمش بالضروره يكون نفس البراند. كمان من الحاجات المصريه اللي خلصتها اللي هو السيكا كريم بتاع تيلوفيل، كان لذيذ وحلو، ولكن مش الحاجه برضو القويه، لو انت عندك حاجز البشره متضرر قوي ومحتاجه كريم يكون فيه سيكا، مش هيكون تيلوفيل، ولكن هو في الحاجات البسيطه كان لذيذ جدا معايا. هرجع اكرره ولا لا؟ لا، في حاجات عندي بالنسبه لي احسن واقوى. خلصت نوعين من البرفيوم، واحده من ايفون اللي هي ده كده اسمها، ريحتها حلوه جدا،
وثباتها جميل، كنت باحب أوي أحطها لولادي، كنت حاسة إنها مناسبة ليهم، شكلها كمان لذيذ أوي، وأنا أصلًا من الناس اللي بتحب البرفيوم بتاعة ايفون واوريفلام والحاجات دي، فبصراحة كانت برضو لذيذة، ثباتها حلو متوسط. وخلصت كمان دي من ديفاكتو. طبعا الغطيان بتاعتهم بتروح لاني انا معظم الوقت ببقى مستخدماهم لاولادي. ديفاكتو دي كنت بحب ريحتها قوي لان هي فيها ليمون كده، فتحس انها حاجه فريش قوي ومناسبه كمان للاطفال، وكنت ساعات بحطها لنفسي فكانت حلوه. خلصوا خالص من كتر ما انا بستخدمهم للاخر فعلا، كنت بحطهم بالاخص لاولادي، كنت بحس ان هم مناسبين لسنهم وفريش كده، فلذاذ قوي، وكانت اسعارهم برضو في اللذيذ. عندي حاجات تانية اما اخلصها افكر بقى اقرر ايه او اجيب حاجات جديدة او كده، لكن حاليا مش هكررها. قبل الاخيرة خلصت الكريم بتاع الشعر بتاع الاطفال هابينس، اللي هو ده كده شكله بجد من احلى الانواع، من احلى الانواع بتاعه الكريمات اللي بترطب الشعر، بتديله ريحه حلوه، خفيف جدا على الشعر، ما بيعملش طبقه بيضه. فبالنسبه لي حلو، من الحاجات اللي هكررها. هم دلوقتي عندهم سوبر كيدز، لما يخلص هجيب هابينس تاني لانه عجبني، ولكن عندي تعليق واحد عليه، الابليكيتور بتاعته مش مناسبه لقوام الكريم، يعني لو عملوه في جار هيكون افضل من البامب ده. الحبه الاخرانيين ما بعرفش اوصل لهم، فبالنسبه لي بيبقى صعب شويه في الاستخدام، لكن هو كمنتج بصراحه ممتاز، فيا ريت يعملوه يا اما في تيوب يا اما في جار، هيكون افضل. لكن في المجمل هو حلو، هكرره. خلصت كمان اخر حبه في بيزلاين المايسلر ووتر، من احلى الانواع اللي انا جربتها الفتره الاخيره. حاليا عندي حاجات تانية بخلصها لاني بصراحه بقيت اقلل الميك اب، فما بقيتش استخدم مايسلر ووتر كتير ولا ميك اب ريموفر كتير، فعلى ما اخلص اللي عندي هحتاج وقت كبير قوي على ما اجيب اصلا منتجات تانية جديده. بس هي كانت حلوه جدا، كنت جايبه منها العبوه الكبيره وخلصتها وكلمتكم عنها كتير قبل كده، من الحاجات اللي ما بتحرقش العين وممتازه جدا. لو فكرت اجيب هرجع اجيبها تاني عادي جدا. خلاص اخر حاجتين في البوكس الحمد لله وصلنا لاخره. الدروبر بتاعه ايسنس بتاعه تنشيف المانيكير، من الحاجات التحفه اللي كل ما بتخلص بجيبها. افكتيف جدا في تنشيف المانيكير بطريقه سريعه، وبتدي لمعه حلوه كمان على المانيكير، حلوه قوي، احلى من بتاعه لونا. فخلصانه دي وعندي اوريدي 2 غيرها، فحلوين قوي. وكمان الحاجه الوحيده الميك اب اللي خلصتها معايا هي الماسكارا دي، ومش فاكره اتكلمت عنها قبل كده ولا لا، اللي هي ليفل اب بتاعه سيبال. كانت فرشتها لذيذه ورفيعه كده، بتوصل لادق الاماكن، فكانت حلوه معايا. كنت بحس انها يوميه اكتر، مش بتكثف، هي كانت بتطول اكتر ما بتكثف. هكررها تاني ولا لا؟ بصراحه لا، في انواع كتير من الماسكارات عايزه اجربها، فمش هرجع اجيب بتاعه سيبال تاني. وبتاعه 3 دي بتعجبني اكتر من ليفل اب، اللي هي 3 دي السيلفر مش السودا، في واحده فيهم سيلفر كده فرشتها احلى من بتاعه اللي هي لونها اسود، فبالنسبه لي هيكون افضل. وبس كده، دي كل الحاجات اللي انا خلصتها الفتره الاخيره. طولت عليكم شويه بس حبيت ان انا اقول لكم رايي النهائي في كل المنتجات اللي انا خلصتها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا رب واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه، وطبعا لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس وهرد عليكم على طول. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني جديد قريب. مع الف سلامه.